الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، هذا المجلد الثالث في قسم الأصول، صفحة 237 في كتاب الإيمان والكفر باب الصبر. يقول عنه عن علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال: أمرني أبو عبد الله، يعني جعفر الصادق، أبو عبد الله أن آتي المفضل، والمفضل هو المفضل ابن عمر، أحد أصحاب جعفر الصادق ومن الثقات. قال: أمرني أبو عبد الله أن آتي المفضل وأعزيه بإسماعيل. إسماعيل هو أكبر أبناء جعفر الصادق، وإليه تنسب الفرقة الإسماعيلية لأنهم قالوا بإمامته. فهذا إسماعيل كان الابن الأكبر لجعفر الصادق ومات في حياته، يعني مات في حياة جعفر الصادق، أبوه كان لازال حيا وهو مات. فجعفر الصادق أمر يونس بن يعقوب أن يذهب إلى المفضل فيعزيه في إسماعيل. لماذا؟ قال: قال: أقرئ المفضل السلام. طيب، سلم عليه وقل له: إنا قد أصبنا بإسماعيل فصبرنا، فاصبر كما صبرنا. يعني هذا ابن إسماعيل مات وسلمت أمري لله وصبرت، فاصبر أنت كما صبرنا. إنا أردنا أمرا وأراد الله عز وجل أمرا فسلمنا لأمر الله عز وجل. هذا موضع الشاهد من هذه الرواية، أي إرادة المعصوم مخالفة لإرادة الله عز وجل، فالله أراد أمرا وجعفر الصادق أراد أمرا آخر، فسلمنا لأمر الله عز وجل، لأنه لا يكون إلا ما أراد الله جل وعلا، ما أراده قدرا وكونا. وسنثبت أن المراد بالأمر هنا أي إمامة إسماعيل، إمامة إسماعيل. فجعفر الصادق كان يتمنى وكان يظن أن الإمام الذي سيكون بعده هو إسماعيل، فلما تفاجأ بموته، هو ما كان ينتظر أن يموت في حياته، فلما مات في حياته قال: سلمنا لأمر الله، قال: سلمنا لأمر الله، يعني الله ما أراده أن يكون إماما فسلمنا، وإن كان جعفر يريده أن يكون إماما بعده. كتاب مرآة العقول للمجلسي في الجزء الثامن صفحة 139 نفس الرواية رقم 16: إن قد أصبنا بإسماعيل فصبرنا، فاصبر كما صبرنا، إن أردنا أمرا وأراد الله عز وجل أمرا فسلمنا لأمر الله عز وجل. الآن سنفتح ما زال الترقيعات. يقول المجلسي عن هذا الحديث: الحديث السادس عشر موثق كالصحيح. وهذا يضاف إلى لا ما راح يضعف الرواية، يضاف إلى التصحيحات المتقدمة. فعندنا المجلسي والمظفر والخوئي وهادي النجفي ومحمد السند وغيرهم حكموا بصحة الرواية، يعني لا إشكال في إسنادها. قال: والظاهر أنه المفضل ابن عمر كما قلنا، ويدل على مدح عظيم له، وأنه كان من خواص أصحابه وأحبائه، كان من خواص أصحاب جعفر الصادق وأحبائه. جميل. وإسماعيل ولده الأكبر الذي كان يظن الناس أنه الإمام بعده، يعني الناس، يقصد بالناس يعني الشيعة، لأن الناس الآخرين أصلا ما يعتقدون بهذه الإمامة المزعومة، لكن المقصود بالناس يعني الشيعة، عموم الشيعة كانوا يظنون أن الإمام هو إسماعيل، وإسماعيل ولده الأكبر الذي كان يظن الناس أنه الإمام بعده، فلما مات في حياته علم أنه لم يكن إماما، يعني خلاص ذهب هذا الاعتقاد. وهذا هو المراد بقوله: أردنا أمرا. الآن المجلسي سيشرح لنا كلام جعفر الصادق. أردنا أمرا أي إمامته بظاهر الحال أو بشهوة الطبع. تبين أن المراد بالأمر أي إمامته. ظاهر الحال يعني القرائن الظاهرية كانت تدل على أن إسماعيل هو الإمام. لماذا؟ لأنه هو الابن الأكبر، وعندهم قاعدة أن الإمامة في الابن الأكبر ما لم تكن به عاهة، وعندهم في ذلك روايات. الإمامة، القاعدة هذه، الإمامة تكون في الولد الأكبر ما لم تكن به عاهة، ما لم يكن به عيب منفر. فظاهر الحال أن إسماعيل هو الإمام أو بشهوة الطبع. إيش معنى شهوة الطبع؟ يعني جعفر الصادق كان يريد وكان يحب وكان يتمنى ويشتهي بطبعه أن يكون ولده إسماعيل هو الإمام من بعده. هذا والله ينسف خرافة التنصيب وينسف أكذوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسماء الأئمة. هذا يبين هذا الكذب وينسف هذا الكذب من أصله.
جعفر الصادق لو كان يعلم بأن موسى هو الإمام من بعده قبلا، لماذا يتمنى، لماذا يشتهي أن يكون إسماعيل هو الإمام من بعده؟ لماذا؟ طبعا هذا الاحتمال ما راح يقبله المجلسي هكذا ويمشيه هكذا. لو ذكر هذا الاحتمال فقط المجلسي خلاص راح بهذه الجملة والله تكفي لنسف دين الشيعة أساسا. يعني ما نحتاج أن نكلم الشيعة ولا أن نحاور الشيعة ولا أن نتناظر مع الشيعة في أي موضوع آخر. هذه الرواية أو هذه العبارة في نفسها كافية لهدم دينهم، أن جعفر الصادق كان يشتهي أن يكون إسماعيل الإمام من بعده. لكن المجلسي حتى يخرج من هذه الورطة ذكر احتمالات أخرى، وبتعبير أدق ترقيعات أخرى. قال: أو المراد إرادة الشيعة كالمفضل وأضرابه. يقول لك أن مقصود جعفر الصادق بقوله أردنا يعني مو جعفر ما يتكلم عن نفسه، أردنا يعني الشيعة. أو المراد إرادة الشيعة كالمفضل وأضرابه، يعني الشيعة عموما في ذلك الزمان، ومنهم وعلى رأسهم المفضل بن عمر الثقة من أصحاب السر، كان يريد، كان يشتهي أن يكون الإمام بعد جعفر هو ابنه إسماعيل. فأول إرادة الإمام على إرادة الشيعة، هذا ترقيع. قال: وأدخل عليه السلام نفسه تغليبا ومماشاة، من باب التغليب، من باب المماشاة. يعني الإمام ما قال أراد الشيعة أمرا وأراد الله أمرا، لا، قال أردنا. أدخل نفسه ونزل نفسه منزلة هؤلاء الجهل من الشيعة الذين كانوا يجهلون اسم الإمام بعد جعفر الصادق. فيقول لك أدخل نفسه تغليبا ومماشاة، فجعفر مماشاة جعل نفسه بمنزلة الجاهل الذي لا يعرف الإمام من بعده. قال: ويدل على لزوم الرضا بقضاء الله والتسليم له. وقيل ترقيع آخر، وقيل المعنى أردنا طول عمر إسماعيل وأراد الله موته. يعطيك ترقيع آخر حتى يخرج من سالفة الإمامة. أردنا أمرا يعني أردنا أن يكون عمر إسماعيل طويلا، وأراد الله عز وجل أمرا أي أراد إماتته عفوا، وكان ما أراد الله. وسيأتينا التعليق على هذه القضية. قال: وأغرب من ذلك أنه قال: عز المفضل بابن له مات في ذلك الوقت بذكر فوت إسماعيل. يعني هذا يعني ترقيع أصلا يقول لك أنه قول غريب. إذن لحد الآن بحسب ترقيعات المجلسي أن المراد بالأمر أحد أمرين: إما المراد بالأمر الإمامة، وإما المراد بالأمر طول عمر إسماعيل. على كل هذه الاحتمالات يتلخص من ذلك أن إرادة الإمام خالفت إرادة الله، صح؟ سواء كان المراد الإمامة أو كان المراد طول العمر. فخلاصة هذا أن إرادة جعفر الصادق خالفت إرادة الله. صحيح؟ صحيح.